السلام عليكم يا احلى متتبعين المشاهدين ديالي. صراحه كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ نتمنى يلقاكم الفيديو نتوما بخير على خير. كما كتشوفوا نهار جيل كله طاقه وحيويه، ما كاينش العجز ما كاينش البخل. هنا البنات من بعد ما ساليت الصراحه الفطورات ديال الناس ديالي فطرتهم، طيبت البطبوط الحرشه المسمن، غادي نجلس باش نعطي واحد القسط ديال الراحه النفسي ونفطرت انا. كما كتشوفوا الحريره ضروري عندي انا في الفطور، ما يمكنش نبقى بلا حريره البنات. بالنسبه للحريره كندير ديال الحسوه ديال الشعير ولا ديال السميده. المهم اللي قسم الله ضروري هاد الحريره هادي. والتميرات غادي ناخذهم على الريق وغادي نتوكل على الله. غادي نوض نجمع الوقفه نطيب البطبوط ديالي، راه خليته عجنته تيخمر. غادي نوض هنا كما كتشوفوا راه بديت كنطيب في البطبوط ديالي من بعد ما خمر الاخوات. بالنسبه للبطبوط اللي بغيتي يجي كيشهي تبارك الله ما شاء الله. والاخوات اللي التحقوا جداد بالقناه راه عندي الوصفه ديال البطبوط ديجا هبطها، راه موجوده. دخلوا شوفوا الطريقه سهله مهله باش كنربي لكم كثيره ديال البطبوط. بالنسبه للبطبوط البنات مؤخرا الناس لقينا مشكل مع الكليان، الناس ما تلاتش باغيه السكر، ما بقاتش الناس باغا الملح. هادشي اللي كاين دابا يعني صراحه الله هاد الضغط يعني لا طونسيون بالنسبه للناس اللي فيهم الناس ولا ما بتلاتش باغا السكر. يعني ما كاينش نهار اللي ما كيدوش عندنا ويجي يقولوا يسولونا واش فيه الملحه ونقصوا السكر نقصوا الملحه. لان قررت انا ان شاء الله مستقبلا غادي ندير المسوس بوحدو وغادي ندير بلا سكر بوحدو. يعني غادي ندير واحد القدر في المحل، ويعني ما خصناش نضيعوا حتى شي واحد، ما نخسروا الخاطر حتى شي واحد. هذه هي الفكره اللي ولات عندي. ايوا ان شاء الله تكون هذه الفكره صحيحه ان شاء الله باذن الله، وتنفعني وتنفع الناس ان شاء الله اللي مرض مستقبلا. وهنا كما كتشوفوا غادي نمشي من بعد ما ساليت البطبوط غادي نمشي لدار الالبان. هاد دار الالبان البنات قريبه ليا المحل ديالي، محلابه معروف في سكيكيما. وهاد الناس هادو عندهم فروع في مدينه العيون كامله، مختصين في الحليب ديال الجمال الماعز البقري. صراحه اللي بغيتوها كاينه هنايا. غادي ناخذ اللبن البنات ديال الماعز كيدير عندهم 260، غادي نديه باش نوجدوا الغداء، يجيو الاخوات يتغداو معايا. وهنا رجعت للمحل ديالي غادي نسقي هاد القصعه ديال الطعام. صراحه الله اللي يعني واحد القصعه فاعله تاركه ما شهيتكمش المشاهدين المتتبعين ديالي. وحاجه وحده بغيت نقول لكم، بغيتكم تحكموا عليا اليوم. هاد الاخوات هادو اللي طامعين فيا انا كنظلم من صباح ربي وانا واقفه على رجل وحده، وطامعين فيا انا ندير لهم الطعام. ربي كان عقولوا لي بغيتكم تجاوبوني بصراحه. هاد الاخوات شنو بغاو عندي؟ واش الانسان صراحه من صباح ربي راه هما اللي خصهم يطيبوا ويعيطوا عليا ناكل ياك ولا لا؟ انا بغيتكم غير تجاوبوني. المهم البنات حنا غير ضاحكين، ومهم الانسان هو اللي يضحك شويه ويفوج على راسه مره. ما كيجي عند غير اللي بغاك. الحمد لله انا معروفه القلب الكبير، وصراحه ما تنهبطش العين على اي واحد. انا من طبعي هكا انا دايره وتربينا الحمد لله في واحد البيئه الله يديرها لهم الرحمه. يعني في هذا النهار الكبير ديال الجمعه الله يديرها لهم رحمه ومغفره. كما كتشوفوا هنا من بعد ما طاب يعني ما سقيت الكسريه ديالي غادي نحطها وبالصحه والراحه الناس اللي حضروا معايا اليوم في الغداء. الله يديرها رحمه لوالدينا يا ربي. وغادي نوض البنات اليوم باش نشارك معكم واحد الطلب ديال المتتبعه ديالي اللي بغات تلبس بوسه في المولات الصغار. بالنسبه لهاد المولات راه خديتهم البنات شي شهرين دابا هما عندي في المحل. كما كتشوفوا مكونات بساط. بالنسبه عندي جوج بيضات هنا، كاس ديال العنبه ديال الزيت وكاس ديال العنبه ديال السنيده وكاسونس ديال السميده الرقيقه البنات، السميده الصفراء اللي صراحه الله كتكون رائعه في هاد البسبوسات هادو. وهنا عندي نص كاس ديال الكوك يعني جوز الهند، الناس اللي على برا كيقولوا جوز الهند. وهنا كان معروف بالدارجه المغربيه الكوك. هنا ياغورت طبيعي بنكهه ديال الفاني. وهنا ضروري قشره ديال الحامضه، ماشي حامضه البنات، راه المحل مولفات نخدم غير بالحامض. قشره ديال الليمون البنات، هنا الليمون عندي الليمون حكيت ديك القشره ديالي يعني معلقه ونص تقريبا ديال القشور ديال الليمون. وغادي ندير حتى العصير ديال الليمون باش غنخدم السيرو ديال هاد البسبوسه هادي. وصافي البنات هنا بسم الله تندير واحد القبيصه ديال الملحه وتنديروا جوج بيضات اول حاجه، وغادي نضيفوا عليه السنيده. بالنسبه للبنات هاد الكاس غادي تسولوني راه كيدي كاس ديال العنبه، يعني داك الخط اللي تيكون في هاد الكيسان ديال القهوه الكبار كاس ديال العنبه يعني العبار مدقق. صافي البنات غادي نضيفوا واحد الفانيلا
وصافي غادي نخلط مزيان البنات. بالنسبه للخلاط الكهربائي تهرس ليا، يعني صراحه الا كان الخلاط الكهربائي احسن لكم تستعملوه، هو اللي كيطلع هاد البسبوسات كتار وكتار. وهنا استعملت غير هذا ديال اليد اللي صراحه كما غادي تشوفوا في الفيديو راه كنحول من هنا لهنا لان يديا بداو كيعياو عليا، لان ديما الحمد لله والشكر لله خدامين غير بيدينا في المحل البنات، ماشي عندنا الالات. واخا كاينين العجانات يعني الاغلبيه حنا خدامين غير بيدينا، فين ما مدينا يعني اليد هي اللي كتحرك بزاف وبزاف. وهنا كما كتشوفوا الكاس ديال الزيت غادي نضيفو تدريجيا، وانا كنضيف الزيت وانا كنحرك في هذاك الخليط باش يطلع لنا تبارك الله كما كتشوفوا بحال الكريمه. يعني ضروري يعني تخلطوا مزيان في هاد البسبوسات هادو. ومن بعد غادي نضيف الياغورت ديالي كما قلت لكم بالنكهه ديال الفاني، ونضيف هذيك القشور ديال الليمونه اللي حكيت صافي، ونحرك المكونات مزيان. وصافي غادي نبقى بهذه الطريقه هذه في التحرك هو الاساس البنات باش يجينا واحد الخليط يعني صراحه ما يبقاش محبب. وكما كتشوفوا غادي نبدا نحول هنايا لان يدي اصلا عياو لي يدي. وهنايا كملت بهذا الطراب هذا. والله الا الصراحه الطراب يعني الكهرباء الى زينه البنات. ان شاء الله غادي ناخذه. هنا غادي نضيف ثاني السميده، كاسونس ديال السميده، 11 كاس ديال الكوكو صافي. وغادي نخلطهم كما كتشوفوا، وغادي نضيف واحد الخماره حمراء في الاخر ونحركهم مزيان البنات حتى يتجمعوا لينا هاد المقادير كاملين. بالنسبه للخليط البنات ما يكون قاصح ما يكون جاري، ديما كنقول لكم عينكم ميزانكم. ما يكونش يعني ثقيل وما يكونش ثاني خفيف بزاف. وإلا بان لكم ثقيل البنات ضيفوا واحد 2 معالق ديال الليمون، ديال عصير الليمون. الا كنتو غادي تنكهوا بالليمون كنتو غديروا الحامض 2 معالق ديال عصير الحامض باش يجرى لكم شويه الخليط. صافي البنات غادي نخلط مزيان كما كتشوفوا، وغادي نخليها ترتاح باش ديك السميده ديالنا تشرب. وغادي نرجع للمولات باش ان شاء الله ندهنهم حتى هما. وغادي نوجد الخليط نضيف الخليط وغادي نخشيه في الفران. صافي دابا ساليت منه غادي نخليه يرتاح، وغادي نكون دهنت هنا المولات ديالي بالزبده، وغادي ندهنهم بالسميده. بالنسبه للفران البنات كيكون شاعل من قبل، الفران خصو يكون سخون. وهنا غادي ندير السميده كما كتشوفوا في المولات ديالي. السميده الرقيقه البنات، ربما غادي تسولوني على السميده باش كنخدم، غادي نشارك معكم الفيديو ديال النوعيه ديال السميده باش كنخدم في المحل. يعني سنين هذه ماشي غير اول مره، هذه يعني معروفه السميده عندي في المحل تنخدم بها، وصراحه الله كتجي رائعه وذهبيه البنات. راه كاين انواع ديال السميده، راه ديما كنقول لكم راه الجوده هي كلشي في المحلات، الا ما كاين الجوده راه ما كاين والو. وهنا كما كتشوفوا هذه هي السميده باش كنخدم نور الدار، معروفه الاخوات. بالنسبه للثمن دايره 4300، وفيها 10 كيلو، فيها 5 كيلو، يعني كل واحد علاش قدر يعني موجوده في الديبوات. وصافي من بعد ما دهنت البنات الموله ديالي بالسميده غادي ندير 2 معالق ديال الخليط في هذا المول ديالي. 2 معالق كنديرهم في هذا المول هذا، كنديرها الفوق البنات حتى تتحمر ليا من الجناب، عاد تنهبطها لتحت. يعني الاغلبيه ديال الطياب ديالها تيكون الفوق نفس الطريقه باش كنخدم الكيكه، يعني تنخليها حتى تتحمر ليا من الجناب من الفوق، غير عاد تنهبطها لتحت. وصافي البنات هنا غادي نديرها لتحت وغادي نحيدها باش تبرد، وغادي نرجع ان شاء الله باش ندير السيرو باش غادي نسقي هاد البسبوسات هادو الصغار. بالنسبه لهنا عندي كاس هنا ديال الليمون، وغادي نضيف معلقه ونص ديال السنيده، وغادي نديرها فوق العافيه. بالنسبه لفوق العافيه البنات ما تخليوهاش تعقد بزاف، يعني تكون غير تبدا تطبخ شويه وغادي نطفيو عليها. صافي مع التحركه البنات كما كتشوفوا هي بدات تطبخ لينا، بدات يطبخ لينا هذا السيرو ديالنا. غادي نهبطوها باش تبرد، وغادي نسقيو هذوك البسبوسات الصغار ديالنا كما كتشوفوا نفس الطريقه باش كنخدم البسبوسه الكبيره ديال المحل. وهنا الا ما بغيتوش هاد المولات الصغار ديروا البسبوسه الكبيره بنفس المكونات وسقيوها بنفس الطريقه. بالنسبه لبنات واحد نزيدكم واحد الفكره اخرى، الا كانت البسبوسه سخونه حاولوا ما امكن تخليو السيرو يبرد وعاد ضيفوه. كان السيرو سخون يكونوا البسبوسات باردين، يعني صراحه لان الا درتو السخون مع السخون تتعجل لينا الحاجه. هادشي اللي كاين، خليو البسبوسه تبرد وديروا السيرو يكون سخون باش تجي هي هذيك ما تعجنش لكم من الداخل. وصافي غنبقاو بنفس الطريقه حتى تنساليو داك السيرو اللي عندنا ونخليوها يعني تشرب داك السيرو، ومن بعد غادي نحيدوها من المولات.
صافي هنا البنات اخوات كما كتشوفوا بديت كنهبطها من المولات ديالها. صراحه ما لقيتش صعوبه في التحيات ديالها، لان هاد المولات هادو صراحه ديال الالومنيوم. داك الالومنيوم صراحه اللي ما كيلصقش، راه في انواع حتى هو، وبداك الدهين ديال الزبده حتى هو ساعدني صراحه، ما لقيتش مشكل. حاولوا ما امكن دهنوهم بالزبده يا البنات، عطيوهم الزبده والسميده وصافي نفس الطريقه كما كنقولوا، حتى تنساليهم من هاد المولات هذا. وفي الاخر غادي نزينهم بداك الشيء اللي قسم الله. بالنسبه لهاد البسبوسات البنات صراحه تيليقوا الوليدات المدرسه الكوتي. صراحه الله جاك شي ضيف، جاك شي ضيف على غفله، يعني سريعين بزاف بزاف، يعني تقدري توجدوهم فرمشتعين بمكونات بساط، ما كاينش شي مقادير اللي كثيره. يعني كما كنقول لكم ديما انا كنهبط غير داكشي البسيط ومكونات بساط صراحه اللي موجودين في الديور كاملين، يعني وتيكون واحد يعني صراحه واحد تيكونوا زوينين في الاخر. بالنسبه لهاد البسبوسات كما قلت لكم والله العظيم الا فنين، نتمنى تشاركوهم مع وليداتكم، مع احبابكم، مع صحاباتكم، الضياف اللي عزاز عليكم، وردوا عليا الخبر. هنا غادي نوريكم واحد الطريقه ديال نوريكم واحد البلاصه يعني خسرات ليا من بعد ملي بغيت نهبطها من المول، يعني داك الهشاشه اللي فيها تهرسات ليا شويه من الجنب. البنات غير قبلوا عليا في هذا الفيديو هذا، لان كنمونطي معكم والليل دابا راه شي 12 ديال الليل، يعني يلاه بديت كنمونطي فيه. جات واحد الصديقه ديالي ما قدرتش انني نحب، يعني ما قدرتش نكمل المونتاج، حبست الفيديو وعطيتها وقيد ديالها حتى مشات، عاد كملت الفيديو. والله العظيم الا كان مونطي وعيني كيتسدوا بالنعاس. نتمنى يا ربي نكون خفيفه على قلوبكم، واللي مجرب حق تماره وتحق التعب غادي يحس بيا اكثر واكثر. والله العظيم الاخوات الله يديرها لكم، رحمه لوالديكم في هذا النهار الكبير. ما تنساونيش بواحد الجيمه الاخوات اللي صراحه يزيد يشجع المحتوى ديال القناه ويشجع القناه يعني توصل ان شاء الله باذن الله. واش غنقول لكم، الله يكثر خيركم، الله يكبر بكم. الاخوات اللي كيسولوا فيا واللي تيتواصلوا معايا الله يحفظكم ليا والله يرحم لكم الوالدين. والناس المتتبعين الجداد اللي دخلوا للقناه مرحبا والف مرحبا، يا ربي يحفظكم ليا. بلا بكم انا لا شيء صراحه الله. كما كنقول عاود نقول هاد القنوات هادو متنفس والله العظيم، تلاقينا مع احباب، مع وجوه، مع اخوات، الله يعمر ليهم الدار. وما تنساونيش بالتعليقات ديالكم الفنين والغزالين بحالكم يا ربي، اللي صراحه تيشجعوني وتيحفزوني انني نبدا واحد النهار جديد ونوجد شنو غادي نحط ان شاء الله في الفيديو، ونشارك معكم التفاصيل ديال الفيديو كاملين. وهنا كما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله البسبوسه ديالي كيفاش جات، ما نقولش لكم الاخوات والله العظيم الا كتشهي وبالصحه والراحه. تشاركوهم مع وليداتكم كما قلت لكم، ومرحبا بالجميع. وما تنساونيش بواحد اللايك واحد كومونتير يكون زوين، والله يهنيكم. خليت لكم راحه الله، ونتلاقاو ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد اللي كله طاقه وحيويه. ونتمنى التعاليق الماجيه ان شاء الله تعطيوني على هذه البسبوسه كيفاش جاتكم.